بالنسبة للربط ما بين السوري والليبي هذا ربط إجرامي. كل سياسي يربط بين التجربة الليبية والتجربة السورية يرتكب جرما بحق الشعب السوري. لذلك اليوم النهار اللبنانية يعني معها حق أنه من جهة تقول أنه في ناس اختاروا السيناريو الليبي، لكن ما معها حق تقول نفس الكلام لأنه لا يوجد من هذا السيناريو إلا الاسم. أما باقي الإجراءات وطريقة التفكير فلا يمكن أن يستمر حتى مجلس بنادي واشنطن السوري لشهر. أنا بعطيه شهر يستمر بعقلية تدخل خارجي وبعقلية تمويل من دول مشبوه. لكن هذا النادي أقلية، هذا النادي ممكن ب$200 يحمل عاش المجلس السوري وعاش المجلس الليبي، وليأتي الشيطان وليأتي الإسرائيلي، وهذول لا يمثلوا شيء في الثورة السورية. نعم. يا ضحكتك يا أم أحمد، يا ضحكتك يا أم أحمد. أولا بحب أطلب علنا من مؤسسة آفاز أن تعلن عن الرقم والمبلغ الذي قدمته من أجل قيام مجلس وطني سوري. من هي آفاز؟ من هي هذه المؤسسة؟ عندكم في بيروت لها مكتب، وبالإمكان أن تزوروها وتسألوا ما هو الرقم، لأنها من واجبها كمؤسسة أمريكية أن تكون شفافة وأن تذكر كم قدمت لهذا المشروع. نعم. كذلك بطلب نفس الطلب لعدة مؤسسات، اندومنت فور ديموكراسي يعرفها السامع، وأيضا فورد فاونديشن. فورد فاونديشن يعرفها ديفيد بولوك على الأقل. نعم نعم، كلهم يعرفهم ويعرف دور السيدة القضماني فيها. هي موظفة فيها منذ أكثر من 10 سنوات. نعم. النقطة الثانية اللي بحب أقولها، ما أنا ما قلت المجلس هو نادي، لكن أخذ نادي واشنطن السوري أكثر من إعلان دمشق وأكثر من الإخوان المسلمين بالشكل المعلن، يعني نعم. مش الإسلاميين، لأنه الإخوان المسلمين كمان عم يقدموا ناس كمستقلين وناس كأخوان. النقطة الثالثة اللي بحب أقولها كمان حتى نخرج من هذه المهزلة التي تؤثر سلبا على الثورة السورية النقية والتي ترفض هذه الأشكال في التدخل مالية كانت أو عسكرية أو سياسيا. نعم. اليوم كنا مع في قبل ما أجي لهم بمقابلة كان بتاع الخارجية الفرنسية، وقال إنه هو ما له مستعد يأخذ موقف، وهو يعرف أن القوة الأساسية ما لا بعد في المجلس. في مشكلة أساسية اليوم، في مجموعة من الناس جاءت إلى اسطنبول وجلست فترة ثم أصدرت مجلسا مسخا. نعم. فكان مهزلة، فجمعنا عزمي بشارة في الدوحة وقال تعالوا ناقشوا مشاكل المعارضة. ذهبنا على هذا الأساس، طرح البعض مسألة المجلس، قلنا لهم هذا المجلس مبني يا أخي. بأي صفة عزمي بشارة أستاذ هيثم؟ سؤال خارج السياق يعني. عفوا، كمجلس كمركز دراسات كمركز أبحاث. نعم. ففي الجلسة كان في 25 إنسان، 3 منهم وقفوا مع قيام مجلس فورا، مجلس وطني سوري. نعم. اللي هم أحمد رمضان وعبيد النحاس وعماد الدين الرشيد. و22 يعني في واحد امتنع، عبد الباسط سيدة، كان ككردي مستقل مش ككردي حتى ممثل لأحزاب، ولا كان في أي كردي في الاجتماع. طيب. هذا ما سمعت صوته، والباقي كانوا ضد. إذا الأغلبية السورية للقوى السورية كانت ضد هذا المشروع، بما فيه برهان غليون. واتفقنا على برنامج اسمه برنامج الائتلاف الوطني السوري، ووقع عليه الأطراف الأساسية السياسية اللي هي قوى فعلية. ثم جرت مؤامرات تحت الطاولة لتغيير رأي هذا أو ذاك، فإذا بنا نسمع بأن هذا راح من هون لهون، وسمير نشار غير رأيه وإعلان دمشق، وطلعنا بتركيبة جديدة. طيب، هذا حقهم، هذا حقهم. أما أنهم يقولوا أنهم كانوا أمينين في الحوارات فلا،
أما أنهم يقولوا بأنهم يمثلوا المعارضة أو الأساس من المعارضة فلا. طيب. فهون في مشكل، هم يمثلون أنفسهم والقوى التي تقبل بأطروحاتهم. يا فضيحة أم شحادة ويا فضيحة أم شحادة. بالنسبة للتمويل، بالنسبة للتمويل 4 منظمات 4 مؤسسات أمريكية مولت فكرة المجلس الانتقالي منذ أنطاليا، إضافة لبعض رجال الأعمال السوريين. نعم. ولكن هناك منظمات أمريكية تدفع، ونحن نعرف أن المتحدثة باسم المجلس تعمل في فورد فاونديشن، وتاريخها يعني عاشت في المؤسسات الممولة. هذا شأنها تصطفل. لكن المشكلة الأساسية بالنسبة لي أننا اليوم أمام هجمة على الثورة وهجمة على الثوار لتشويه صورتنا بتكوينات كهذه تقدم باعتبارها ممثلة للثورة. طيب. وهي لا تمثل إلا جيد. نفسها. يعني أعطيتنا الإعلام مساحة. الخليجي حبيبي، أعطيتنا الإعلام الخليجي هلأ لا يمكن أنه يدعي هيثم مناع. ليش؟ لأنه هيثم مناع بده يقول له عندك 9000 معتقل في سجن الحاير والسجون السعودية. نعم. وعندك أنت انتفاضة تقمعها في البحرين. لذلك بحطني على جنب وبيجيب اللي بيقولوا له عاشت السعودية. نعم. وعاشت دول مجلس نعرف وجهة الخليج نظرك. لأنها تدعمنا. نعرف وجهة نظرك لهذه الناحية على كل حال، ولطالما استضفناك وكنت يا فضيحتك يا أم أحمد. يا فضيحتك يا أم أحمد.